هوغو بروس. مواجهة المغرب تحولت إلى حلم. أبدى البلجيكي هوغو بروس مدرب منتخب جنوب أفريقيا حسرة كبيرة عقب توديع فريقه لمنافسة مونديال 2026 من دور 32، كاشفا أن لاعبيه كانوا يمنون النفس بعبور هذا الدور من أجل تجديد الموعد ومواجهة المنتخب المغربي في دور الثمن قبل أن تتبخر هذه الطموحات بشكل مفاجئ. واعترف بروس في تصريحاته بعد مباراة كندا التي انتهت بفوز أصحاب الأرض بهدف نظيف قائلا إن مواجهة أسود الأطلس كانت أمنية مشتركة لجميع عناصر فريقه بالنظر إلى تفوق جنوب أفريقيا في اللقاءات السابقة بين الطرفين، مستدركا أن التفكير في الدور المقبل كان خطأ في ظل العجز عن تجاوز عقبة كندا أولا، مما جعل الصدام مع المغرب أو هولندا يتحول إلى مجرد حلم مستحيل. وفي تحليله لموقعة ثمن النهائي المنتظرة، أكد المدرب البلجيكي أن المنتخب الكندي الذي خطف بطاقة العبور بالفوز عليه بهدف نظيف يملك مقومات فنية هائلة تمنحه الحظوظ الكاملة لمقارعة الكبار، مشيرا إلى أن السرعة الفائقة والقوة البدنية والعقلية الانتصارية لكندا قد تصنع المفاجأة أمام خصمين بوزن المغرب وهولندا.